متضايقين عشان فيني ده بنفيكا طلع بيعنصر على لعيبته نفسهم. من ايام قليله اتوجهت تهم ضد بريستياني لاعب بنفيكا بالاساءه العنصريه ضد فيني، وشفنا تصريحات وخناقات وتحقيقات في اليويفا والفيفا. بريستياني نفى التهمه، بس مبابي وفيني بياكدوها عليه. وبعد ما بنفيكا دافعوا عن اللعيب بتاعهم بدل ما يهدوا الدنيا كده قاموا عاملين مصيبه ثانيه خالص. اعلان عملوا النادي ونزلوا على منصاته الرسميه على السوشيال ميديا بيعلن فيه عن تيشيرت الفريق الجديد، حاجه عاديه الناس كلها بتعملها. بس المشكله ان الاعلان ظهر فيه اللاعب البلجيكي دودي صاحب البشره السمراء، وكان متخفي في هيئه عامل نظافه وبيحاول يبعد انظار الامن عنه. مطلعينه حرام يعني مش محتاج، وبينجح فعلا انه يهرب من الامن ويوصل للاوضه اللي فيها شنطه كده فيها تيشيرت الفريق الجديد. بعد ما بيسلك التيشيرت بينزل لزمايله اللي بيبقوا مستنيينه في عربيه وبيفرحوا كلهم بالانجاز ده ويهربوا. متابعين النادي على السوشيال ميديا استغربوا من تصرف النادي في توقيت زي ده ووجهوا شويه اسئله بصراحه منطقيه. حبكت يعني في وسط ما النادي بيتعرض لاتهامات بالعنصريه تقوموا جايبين لعيب اسمر في الفرقه وتحطوه هو اللي بيسرق التيشيرت في الاعلان؟ انتوا مجانين؟ محدش بيفكر في النادي ده ولا ايه؟